شوفوا حبيباتي الغاليات، مؤخرا كاينه ظاهره منتشره بزاف، هي انك تلقاي وحده متزوجه وعندها اولاد ومتزوجه وتلقاها تخون راجلها مع واحد ضحك عليها بزوج كلمات. السبب الاول هو سهوله الخيانه عن طريق الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتبدا لك بصيغه الجار وزميل بالعمل وقريب والى اخره. تبدا عاديه بصباح الخير، مسا الخير، واش حوالك، ما راكيش تباني، نحسك مقلقه، واش بيك، طمنيني عليك، راجلك قلقك، واش بيك حزينه، احكي لي فرغي قلبك نسمع لك، كون جيتي مرتي ما نخليكش ولا ثانيه. من بعد تتعلقي بيه وترجعي تحكي معاه يوميا لخاطر حسيتي باللي راه مهتم بيك ويمشي لك في الدم، وتلقايه يقول لك كون ماشي متزوجه نتزوج معاك وخساره ليك وماشي في بلاصتك والى اخره. تبدا هكا وتكمل بدمار وخراب دارك، خاطر فتحتي باب الشيطان بيدك، لخاطر راح تتطور العلاقة إلى لقاء ثم الله أعلم. ومن هنا تهزي لقب متزوجة وخاينة، وحتى صديقك يخونك مع أصحابه بالتشهير باللي راكي صديقته وراكي ساهلة، ومهما درقتي وخبيتي خيانتك على زوجك ولا على الناس راح يكشفك ربي يكشفك. ولهذا يا متزوجة ما تقوليش الله غالب مشاعري سيطرت عليا، ولا تقولي لحظة ضعف ولا شيطان ولا غلطة ولا مجتمع ولا أمور أخرى هي السبب. تحملي مسؤوليتك، انت اللي فتحتي للشيطان بابك، والشيطان ما يرحمكش، يحطمك ويحطم الأسرة تاعك. نصيحتي أول ما تتلاقاي مع أي إنسان ما تحكيش أسرارك، ما تلعبيهاش تبكي وما تجامليهش، وأي واحد بعثلك من غير حوار ونقاش ديري بلوك مباشرة. واللي بغى يزعف يزعف حتى لو كان أقرب الناس ليك، لخاطر كاين اللي مختص في تحطيم بيوت الرجال تحت قناع الثقة حبيباتي، ويستغلوا مشاكل وضعف الزوجات مع أزواجهم وظروفهم ممكن المادية والعاطفية. كوني بنت أصل ومبادئ خير، ما تندمي في الأخير وتبكي بدل الدموع الدم. كوني بنت الأصل وحافظي على دارك وولادك مهما كانت حالتك. وشوفي يا العزيزة، ما تدخليش أي راجل غريب لحياتك، لخاطر راح يطيشك من أول فرصة ويشهر بيك مع أصحابه ومثاله في خدايم الشر. انت على ذمة رجل، خليك في حلالك. وهنا حبيباتي الغاليات نكون وصلنا لنهاية الفيديو. معليا غير نقولكم كيما العادة والعوايد، ما تنساوش تدعموني، تحفزوني، تشجعوني، وشاركوا وبارطاجوا الفيديو كي تعم الفائدة. كاش وحدة راها تخدع راجلها ولا راها تخمم تخون راجلها تفيق لعمرها. واللي دخلت جديدة مرحبا بك معنا يا العزيزة، ومع السلامة. أختكم المخلصة درموليتا.